هل نتيجة The Voice Kids كانت خطأ؟ الأمس أعلنت نتيجة The Voice Kids للموسم الرابع، وكانت الفائزة هي المشتركة لما قيس من فريق داليا مبارك. لما قيس يا ميت ألف مبروك لما قيس فريق داليا. وهالنتيجة قلبت السوشيال ميديا، حيث شاركنا لكم أكثر من فيديو عن حملة الهجوم اللي تعرضت لها داليا بعد إخراجها للمشترك العراقي مراد. وبعد ما صرحت داليا أنها حرة وتختار ما تريد، تعرضت لحملة كنسل كبيرة، والجمهور علق إذا أنها تختار ما تريد إحنا أيضا أحرار وما رح نختار لما. وبعد نتيجة الأمس انقلبت السوشيال ميديا، والأغلب ما كان راضي عن النتيجة، حيث الأغلب كان مقتنع أنه بعد حملة هالكنسلة مستحيل أنها تفوز، إضافة لأنه الشامي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة أكبر بكثير من باقي المدربين، والمعروف عن فانزو أنهم مصرين جدا، حيث دائما ما بيخلوه يفوز بأي شيء له علاقة بتصويت، إضافة لعددهم الجدا ضخم. فالكثير من الجمهور علق أنه غير مقتنع بالنتيجة، ووصل الموضوع لتشكيك بمصداقية البرنامج، وأنه داليا مبارك دافعة حتى تفوز هي. ووقت إعلان النتيجة داليا أيضا كانت مصدومة جدا، وعادت وصرحت انه لما تستاهل الفوز بعد حملة الهجوم اللي تعرضت لها بدون سبب. God thank you لما تستاهل thank you. كل أحد دعمها، هذا عوضها على كل الهجوم المو منصف اللي صار في حقها. I'm so grateful.